الا قول لي صحيح يا حاج، ايه اخبار العروسه؟ عروسة ايه بقى؟ ما خلاص، هو انا قادر افتح بيت لما افتح بيتين؟ وكمان لسه في توأم جاي لي في الطريق. ياه يا حاج، زعلتني. وكيد العزة لنا من يومي، اي والله. يا صباح الروقان يا حاجة، ايه الصوت الجميل ده؟ ايه صوت الكروان ده؟ ما تكسفنيش يا حاج. بما انك رايقة يا حاجة وبتغني، انا عندي موضوع مهم كده عايز اكلمك فيه. ومالي يا اخويا، كلمني في موضوعك المهم. بصي يا حاجة، انا هكلمك في موضوع دلوقتي، لو موافقة عليه اهلا وسهلا، مش موافقة عليه يبقى كأنك ما سمعتيش اي حاجة. ومالي يا اخويا، كلامك حلو ومظبوط وزي الفل، قول. بصراحة يا حاجة كده ومن غير لف ودوران، انا هتجوز عليكي. عايز ايه؟ انا هتجوز عليكي يا حاجة. عايز تتجوز؟ رجالة عينها فارغة. أنا هعلمك الأدب، أنا هوافق على كل حاجة، بس هطلع عينك يا حاج. ها يا حاجة قلت ايه؟ ومالي يا أخويا، حقك الشرعي وأنا ما أقدرش أتكلم. ربنا حلل لك 4، اتجوز. بس أهم حاجة تكون مقتدر. وقول لي بقى يا أخويا، هتقعدها فين؟ ايه ده، انت موافقة؟ أيوة طبعا. بسرعة يعني كده يا حاجة؟ يا أخويا عادي. ده انا قلت انك هتزعلي يا حاجة وانك هتمشي من البيت. ليه يا اخويا وازعل ليه؟ هو انا اول واحده جوزها يتجوز عليها؟ ده حلال ربنا. طيب قول لي بقى، هتتجوز امتى؟ يعني يا حاجة كده خلال 3 شهور ان شاء الله. مش عارف مالها الولية، ملامح وشها كلها اتغيرت، يكون ده تأثير الصدمة؟ ربنا يستر. انا بقى يا حاج هوريك ازاي تتجوز عليا. ايه يا حاجة ده؟ هو انت مش رايحة الشغل النهاردة ولا ايه؟ لا يا حاج، هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ لا ما قلتليش ايه بس يا حاج؟ مش انا خدت يا اخويا اجازه بدون مرتب لمده 4 شهور؟ وده ليه بقى يا حاجة؟ قلت اقعد يا اخويا شويه اذاكر للعيال واهتم بيهم شويه، ما انا مقصره في حقهم بقالي كتير. بس المرتب بتاعك خسارة يا حاجة. مرتب ايه يا حاج؟ انتوا فداكم اي حاجه انت وعيالي. بس صحيح فكرتني، انا كنت عايزه شويه طلبات للبيت. مش انت كنت بتشتري الحاجات دي من مرتبك؟ هو انا مش لسه قايله لك يا حاج ان انا خدت اجازه بدون مرتب؟ ها وعايزة كام يا حاجة؟ عايزه لها 2500 جنيه يا حاج. ليه يا حاجة كل ده؟ ده انا حتى معيش الله 1500 بس. يا حاج ما انا هجيب طلبات للبيت، هو انا احط حاجه في جيبي يعني؟ هات 1500 دلوقتي، ولما تقبض يبقى اديني الباقي يا حاج نكمل طلبات البيت. ماشي يا حاجة، امسكي الفلوس اهي. ده انا هطلع عينك يا حاج، عايز تتجوز عليا؟ الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك يا حاجة. قبضت يا حاج؟ اه يا حاجة قبضت. طب ايدك يا حاج بقى على باقي مصاريف البيت، وعايزه فلوس الكهرباء وفلوس الميه وفلوس الغاز وفلوس الدروس بتاعت العيال. عايزة كام يعني يا حسنية؟ يعني عايزه حسبة 4500 يا حاج. وده كله ليه ان شاء الله؟ هو انا جبت حاجه من بيتنا يا حاج؟ يا دوب دول يكفوا اصلا. بس انا جيبي يا حاجة كده مش هيبقى فيه فلوس خالص. خد يا حاجة. معلش يا حبيبي، هبقى اديك 200 جنيه تخليهم مصاريف في جيبك. استنى يا حاج. عايزة ايه تاني يا حسنية؟ مش انا عندي ليك خبر حلو قوي؟ ها يا حاجة افرحيني قوليلي. مش انا رحت للدكتور يا حاج وقال لي ان انت حامل؟ حامل؟ يا حاج، وفي توأم كمان. مش انت قلت يا حاجة انك كفاية عليك عيلين بس وتربيهم تربية كويسة؟ مش ده كلامك برضو؟ يا سيدي ما تدقش، دي العيال عزوة. ايدك بقى على 500 جنيه يا حاج، لزوم الكشف والمتابعة مع الدكتور. واجيب منين يا ولية؟ انت ما بتشبعيش من قولة هات هات هات. ده انا معيش ولا جنيه في جيبي، اصبر عليا بقى لما اقبض. يا رب بقى على القبض بتاعك ده اللي مش مكفي ولا اي حاجة في البيت. انا هنزل ادور لي على شغلانة تاني علشان اعرف اغطي مصاريف البيت. روح يا اخويا، ربنا يقدرك ويعينك. الا قول لي صحيح يا حاج، ايه اخبار العروسة؟ عروسة ايه بقى؟ ما خلاص، هو انا قادر افتح بيت لما افتح بيتين؟ هو كمان لسه في توأم جاي لي في الطريق.
ياه يا حاج، زعلتني. يلا يا اخويا، ربنا يعوض عليك، معلش. إن كيدهن عظيم، حسبي الله ونعم الوكيل.